السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ معاكم كابتن حسام، والنهارده جاي اكلمك في موضوع وهو الموز والقهوه قبل التمرين. اكيد لو انت بتروح الجيم بتشوف ناس كتير قبل ما تدخل التمرين بتاخد موزتين وكوبايه قهوه او موزايه وكوبايه قهوه، او بتسمع حد بيقول كده، او ممكن انت كمان بتكون بتعمل كده بس مش عارف ليه. تعال انا اقول لك ايه السبب اللي يخلي الناس تاخد الموز والقهوه قبل التمرين. هو ان الموز فيه عناصر غذائيه عاليه جدا، واهمهم معدنين وهما البوتاسيوم والمغنيسيوم. البوتاسيوم والمغنيسيوم دول معدنين من اساس المعادن اللي داخل الكترولايت. الالكترولايت دي مجموعه معادن واهمهم البوتاسيوم والمغنيسيوم. او الالكترولايت دي هي اللي مسؤوله عن الطاقه في جسمك. والقهوه عشان تعلي من التركيز بتاعك. القهوه ليها فوائد كتير، وهي مضاد اكسده، انتي اوكسيدنت، زائد ان هي بتعلي تركيزك في التمرين عشان الكافيين العالي اللي فيها، فبالتالي يحصل ماسل مايند كونكشن او التواصل العضلي العصبي وانت بتتمرن، تبقى مركز في التمرين اكتر او مركز في العضله اللي انت بتلعبها، فتستفاد بطريقه اكبر. بس كده وده كان موضوع الموز والقهوه قبل التمرين باختصار. لو عندك اي سؤال اكتبه في كومنت او ابعته على الخاص، ولو مش متابعني تابعني عشان ما يفوتكش كتير، وما تنساش اللايك. سلام.